السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى الكل يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة يا ربي. لا فيديو ديالنا ديال اليوم البنات، سريدلات كواري كيجيو الصراحة رائعين، كيجيو فتيين البنات. تابعوا معنا لا فيديو الى اخر ان شاء الله يعجبكم. الطريقة ديالي البنات سهلة جدا. تابعوا معنا الطريقة البنات الى اخر الفيديو يعجبكم ان شاء الله. طريقة سهلة البنات وكيجي رائع واكثر من رائع. هنايا البنات السرديل هكذا انا كنجيبو من عند مول الحوت، يحيد ليا ليه غير الراس ويحيد ليا المصارن. صافي انا غير نغسلو، نقي من الداخل ونغسلو صافي. نبدا البنات هنايا غنحيد ليه السلسول على الطريقه. الفيديو البنات ضروري الشرح خاصو يكون كامل باش الفكره تكمل، ولا فيديو يجي زعما ما تنقص منه حتى بارتيه. صافي هنايا نحيد البنات هذيك القشره ديال الحوت، ماشي القشره عفوا، هذيك الجلد ديال الحوت، الجلد ديالو. صافي هنا نحاول كما تلاحظوا هنا راه السريدلات البنات مهم مزيان يكون جديد. انا نتوما كما تلاحظوا السلسول راه تيتحيد ليا بصعوبه. شوف تحاولي تحيدي دوك الشوك اللي مع الجناب. البنات السردين راه ما يبغيش الغسيل بزاف حتى يولي ابيض. صافي ضروري غير تقشريه هكذا بين يديك وتشليه مزيان وصافي. كما تلاحظوا راه كنفتح فيه ونحط فيه صايب بحال هكا. غنحيد ديك نتبع ديك القشره ديال السريدلات اللي عندي. انا عندي كيلو هنايا. هاد الوصفه البنات راه كتجي رائعه ويجي فتي وما يحتاج لا روز لا والو. تابعوا معنا الطريقه ان شاء الله. صافي تحاولي تحيدي داك الشوك اللي كيكون هكذا في الجوانب وتكملي الطريقه البنات. انا نبقى مع الطريقه حتى نقشر نحيد هاد الجلده ديال هاد الحوت كله اللي معايا. صافي بعد ما هنايا حيدته تقريبا كله نقيته مزيان، حيت اللي دوك الجنيبات اللي كيكونوا فيه الشوك. يكون عندك البنات الخاطر والوقت صافي راه تبعي تحيدي لي كاع دوك الجلده وتحيدي لي كاع من بعد ما تغسليه من طبيعه الحال. هنايا البنات ندوزو ان شاء الله باش نطحنو. كانت عندك طحانه يدويه راه كطحني طحانه يدويه، كانت عندك هاشوار كديري في هاشوار عادي باي حاجه. دائما البنات نقضيو باش تربينا وباش كبرنا، ماشي بالضروره تكون عندك شي آلة ديال هكذا الطحين ولا ضروري البنات نقضيو باللي كاين. صافي هنايا هنايا غنطحنو ان شاء الله كاع الكميلي عندي ان شاء الله. راه ناشف البنات زعما غسلته وخليته تسقطر في الشبكه. تشوفوا ولا نقطه ديال الماء نتو الحوت ملي تطحن كيكون ناشف. خصوصا البنات لا كان طري من الاحسن، من الافضل يكون السرديل طري. هنايا نكمل البنات البقيه ديال الطحين ديال السردين اللي معايا. صافي نتوما تلاحظوا راه بالزربه حتى لاخر لحظه البنات وجدته. هو غير تغسليه وتخليه تسقطر صافي وتعاودي ترجعي ليه تقضي الشغل الاخر. صافي هانتوما بعد ما طحنتوه على الشكل. دابا ندوز ان شاء الله باش نطحن تقريبا نص بصله. الا كانت البصله صغيره نديرو بصله كامله صغيره، الا كانت كبيره مثلا نديرو هنايا الدنجال. البنات غناخذ الطرف ديال الدنجال. الدنجاله عندي كبيره، يعني الا كانت صغيره ممكن ديريها وحده صغيره. صافي انا خديت هنا غير النص وخديت البصله تقريبا بصله حبه صغيره. هما البنات هادو غنديرهم في نطحنهم. هي البنات بعد ما طحني ديك البصله والباذنجان اي الدنجال. هنايا البنات الثومه 3 دروس الى 4 دروس تقريبا ديال الثومه يكونوا هكذا كبارين ضروري، والقزبر والمعدنوس غنطحنهم هنا مع البصله. صافي هنايا غنطحن البصله ان شاء الله ونطحن مع داك الربيع وكما ذكرنا الثومه. صافي ونضيفهم هنايا فوق الحوت اللي طحنت ان شاء الله اللي غنديرو كواري. صافي نضيفهم هكذا على هذا الشكل هذا ونعاود نطحن البنات الباذنجان. هذه هي كيفاش تيجي فتي وكيجي زوين وكتدخلي فيه حتى خضار. بالنسبه للدراري ولا عارفين الصغار ما تياكلوش مثلا الدنجال. هنايا بعد ما طحنتو البنات راه كيعطي واحد المذاق رائع وكيجي فتي. كيجي فتي لواحد الدرجه ما تصوريش، ما يجيش ناشف بلا ما تحتاجي لا روز لا والو. الطريقه البنات رائعه جدا بلا ما تحتاجي تقلي لا دنجال ولا والو. عاد طحنيه وديريه هكذا عادي. طحنيه بالسربه البنات مع
ضيفيه هكذا على الحوت. صافي البنات هنا راه رزت معلقه تاع القزبر والمعدنوس ونص حامضه، عصير نص حامضه. هنايا ندوزو للعطريه ان شاء الله، الكركم، سكينجبير، البزار، معلقه صغيره هكذا تكون مع مرش مزيان، والكمون البنات. صافي ودابا القزبر والماء، داك القزبر يابس، ومعلقه صغيره ديال الهريس. ونضيف البنات الملح، راه دائما كنساها في المكونات، ضروري غير شويه الملح مع الحامض، كاين عصير الحامض. هنا نضيف واحد جوج معالق تقريبا ديال زيت الزيتون باش يتجمع ليا هكذا وما يجيش يلتصق. صافي ندخلوا هاد المكونات البنات باليدينا ولا بمعلقه هكذا، نبقاو حتى ندخلوا المكونات مزيان، نعجنوها مع السردين اللي طحنا. الاضافه البنات الفلفل الاحمر هنايا راه بالزيت معلقه كبيره. صافي ندخل المكونات هنا. بعد ما دخلتهم البنات حاولي هكذا تكوريهم، راه كاع البنات تبارك الله ما شاء الله دائما كنذكرهم في الفيديوهات، تبارك الله ما شاء الله، راه كاع البنات يعرفوا الوصفات وتعرفوا دائما. غير البنيات المبتدئات والبنيات والناس اللي ماشي مغاربه تيتبعوا معنا لا فيديو البنات، مرحبا بكم والف مرحبا. هنايا البنات بعد ما كورنا الحوت ديالنا نخلوه على جنب، وندوزو دابا باش نديرو المقله لاصوص. هنايا زيت الزيتون، نتمنى البنات الوضح ديال الشرح يكون واضح والصوت ديالي يكون واضح شويه. هنا زيت الزيتون، نضيف البصله تقريبا حبه ديال البصله، بغيتي طحنيها بغيتي تقطعيها هكذا رقيقه تقطعيها. انا كان عليا هنا نضيف الثومه ونسيتها، هي الاولى باش تطلق هذاك اللوغو دائما كما العاده. غير شويه طلق، غير شويه. انايا هنايا كحست البصله وحاولت نخليها تعطي واحد تشحر يعني باش ما تهبطش على هذيك البصله الماء. ونضيف الملح قليلا، الكركم، العطريه اللي ضفتها البنات في الحوت نضيفها هنا. كما تلاحظوا هي الثومه بدات كتغلي بدات كتطيب. صافي دابا نحاول باش نميلونجي هذيك الثومه مع البصله ونكمل باقي الوصفه البنات. الابزار، القزبر يابس، سكينجبير، شويه ديال الكمون، شويه من الحاجه. هذيك العطريه اللي درت تقريبا في الحوت مطحون السردين نضيفها هنا في المقله. هنا البنات حبات ديال المطيشه او مطيشه كبيره تقطعي هكا طولي او هكذا على هذا الشكل هذا. هذه طوماط سوريس عندي هنايا غنديرها هنا، نضيفها في المقله البنات مع القزبر والمعدنوس. صافي نعطيها واحد التشحيره شويه، غير شويه تشم شويه ديال هذا. نضيف معلقه ديال مطيشه الحك، معجون طماطم اللي ما كيفهمش البنات اللغه ديالنا، معجون طماطم معلقه. ونضيف واحد القليل من الماء بين ما دابت هذيك المطيشه ديال الحك. صافي وخدات واحد شويه ديال يعني تذوب هكذا وتشحر شويه د المطيشه اللي ضفنا. كما تلاحظوا ها هي البنات دابا تخلطات هذيك المطيشه معانا. هنايا البنات الاضافه اللي غنضيف ان شاء ضروري الفلفل الاحمر البنات، الحوت كواري راه ضروري الفلفل الاحمر اي تحمير. هنا صافي غنضيف لاصوص الكافي اللي غطيب ليا فيه الحوت ديالنا، تقريبا 2 كيسان هكذا ديال العنبه على حساب الاناء اللي عندك، الطنجره اللي عندك. هنايا البنات ورقه ديال سيدنا موسى كتعطي واحد المذاق رائع. ما عرفتش الدول الاخرى واش كيقولها ورق الغار، ما فهمتش. المهم هذه ورقه سيدنا موسى كتجي في الحوت البنات واعره. هنا بعد ما غلا داك لاصوص صافي دابا نضيفو الحوت ديالنا اللي وجدناه من قبل كواري لهذا الشكل. صافي تحاولي باش ما ديريهمش هكذا في بعضياتهم، يكون كل حبه محطوطه في بحال الكفته، بحال تحطيه يعني بحال الكفته تقريبا. صافي كل حبه تكون شاده بلاصتها. هنايا البنات ضروري بعد ما ندير الحوت هكذا على الطريقه هذه نضيفو ان شاء الله فلفله. غتشديها تشويها على البوطه عادي، ديريها هكذا في البلاستيكه وتقشريها من هذاك تحاولي ما تغسليهاش باش تخلي هذاك المذاق لوغو ديال الشي. صافي هنايا بعد ما شويتها وقطعتها على هذا الشكل نضيفها هكذا في السمك كما كان نوع الفلفله، ماشي بالضروره تكون حمراء او صفراء، صافي كما كان عندك في الدار تقضي. صافي هنايا بعد ما رتبتها على هذا الشكل هذا نضيف البنات زويتنات قليل من الزيتون، اي نوع عاوتاني من الزيتون، حمر خضر، وطريف ديال الحامض ضروري البنات، خاصرت شويه ديال الحامض ضروري، الحامض كيتواتى مع الحوت بزاف، وفلفل حار نزود هكذا ديال الفلفل. ونغطوا الوصفه البنات حتى طيب ان شاء الله.
هي البنات بعد ما طابت جات ما شاء الله، ما نعاودش لكم، جات الصراحه رائعه. بغيتي تخلي البنات هاد لاصوص خليه، بغيتي انايا نخليها واحد 10 دقائق من ما وقفات المريقه ديالها. ممكن تخليها البنات هكذا بلاصوص، ممكن تخليها توقف هذيك المريقه ديالها وتبقى. ها هي جات الصراحه رائعه البنات، ما نعاودش لكم، جربوا هاد الوصفه، جات واعره واعره. هي من خليت هذيك الزويته واقفه فيها، جات ترافقها البنات بالسلطه بعصير، جات الصراحه رائعه. وما نعاودش لكم البنات، هذاك الحوت تشهي تاكليه زعما غير وحده بلا خبز بلا والو، يجي رائع رائع. كما تلاحظوا راه واقفه البنات المقيله واقفه. نتمنى البنات دائما مرحبا بكم، البنات جداد والبنات القدام. لايك البنات القناه فضلا وليس امرا. شكرا والى وصفه اخرى ان شاء الله. دمتم سالمين.